انتوا عارفين انا سألت على الشنطة اللي انا هعملها معاكم دلوقتي دي، وكمان في محلات عادية لقيتها بكام؟ ب850 جنيه، يعني شنطة ب1000 جنيه. المهم انا جبت قماش الجوخ وهنبدأ نعمل خطوات الكوستر اللي بنشتغلها مع بعض على طول. حبيت ان انا ادخل الاوف وايت، بس انا عايزه اقول لكم انا غلطت غلطه كده، يعني هتشوفوها في اخر الفيديو. المهم خلصنا الكوستر كله مقاس 30 سنتي، والتاني بقى كان كوستر ساده، يعني انا عملت قطعتين وبعد كده بدات من تحت هثبتهم في بعض كده. طب حد ممكن يقول لي ده كده مش هتشيل حاجات كتيره؟ طب هتبقى ثابته، هتبقى ثابته وهتشيل كمان حاجات كتيره وحلوه جدا. بعد كده عملت الشريط بتاع الشراشيب، بقيت امشي صف اوف وايت وصف كشمير، وكده خلصناها وشفتوا هتشيل حاجات قد ايه. سامحوني ان انا مسرعه الفيديو لان المده بتاعته ما كانتش هتشيل كل الخطوات دي، لان هي خطواتها كتيره بس سهله، وعايزه اقول لكم حلوه قوي وعمليه وهتشيل معاكي حاجات كتيره. انا عملت الايدين متضفرين، ودي الغلطه اللي انا وقعت فيها، ان انا طولت الايد قوي. مش عارفه انا دماغي كانت فين وانا بثبتها كده، هي كانت محتاجه ان الايد تقصر تبقى على الجزء الكشمير اللي من فوق، كان شكلها يبقى احلى بجد. تحفه تحفه تحفه، انا انبهرت بيها وعجبتني قوي، وعلى فكره انا هلبسها وهخرج بيها عادي جدا في الصيف. بعد كده جبت بقى القطعه دي وبدات اثبتها عشان طبعا نبقى بنقفل الشنطه وبنفتحها. بس شايفين شكلها حلو، وكمان هوريكم دلوقتي بقى هتشيل معانا حاجات كتيره جدا. هحط فيها المحفظه وهحط فيها الموبايل، وكمان هقدر ان انا احط فيها حاجات كتيره تانية. شايفين شالت كل الكلام ده.